وخرج صباح اليوم مواطنو ولاية تمنراست في مسيرة سلمية كبيرة معبرين عن تضامنهم مع طفلة مريم صاحبة السنة والنصف والتي تم اختطافها واغتصابها ليلة والأمس. المسيرة انطلقت من أمام مقر الولاية إلى ساحة أول نوفمبر. التغطية لخالد بلالي والتقرير لزينة ثامري. شيطان بمعطف أبيض أقدم على اغتصاب الرضيعة مريم من ولاية تمنراست، فعلة يتبرأ منها الذئب نفسه لشناعتها. أخرجت نساء تمنراست من بيوتهن منددات بهذه الجريمة. دوك يغتصبوا بناتنا، بنت صغيرة دروك مريم عيب، عندنا الحق. أنا مانيش بنت عمتها، مانيش اختها، ولكن باغي نحقها، باغي الحق. أنا كمواطن يستنكر وبشدة اغتصاب الطفولة، وخاصة وأنها خارج من حاجة دخيلة على عاداتنا وتقاليدنا. كلنا مريم. وبنبرة حزينة تلفظتها هذه النسوة بقلب تجول به الكثير من الأسئلة. كيف لقلب إنسان أن يقدم على هذه الجريمة؟ وأي مستقبل تنتظره الطفلة مريم ومثيلتها؟ جمعية حماية مطلقات الطفولة وطالبوا جميع السلطات باسم هذه الجمعية وجهازات الأمن أنه هذا اللي دار هذه الفعلة الشنيعة، هذا العمل الذي لا يحكم به من له قلب أو في مثقال ذرة إنسانية، نطالب السلطة أن يقبضوا عليه. باغين إعدام الكل يغتصب البنت، باغين إعدام، الاغتصاب لازم إعدام. خط أحمر جديد سيخلد ألما لن ينتهي، انتهاك في حق الطفلة مريم. ذنبها الوحيد أنها خلقت في بلد لا زال ينظر في الحكم بالإعدام في حق مغتصبي الأطفال.